ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهارده عملنا مع بعض رز بسمتي، بس بالرز المصري بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده، رز بالخلطة. وعملنا الفراخ الرهيبة، طعمها تحفة، التتبيلة بتاعتها اللي طالعة تحفة. وده الصوص اللي طالع من الفراخ. لو عايزة حابة تحطيه على الرز، بجد لازم تجربي الوصفة دي، تعجبك قوي. ده الرز طالع معانا شكله تحفة وحكاية. ما تنسينيش تدعميني باللايك وبالشير. ويلا بينا ندخل على المكونات. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فراخ مشوية بتتبيلة كويس قوي، زي المشويات اللي احنا بنعملها بره واحلى بكتير. ونخش على المكونات اللي مطلوبة معانا اول حاجة زبدية، وحط على مكعب مرقة، ومعايا معلقة بابريكا، ومعايا بهارات لحمة، ومعايا فلفل، ومعايا كركم، ومعايا كاري، ومعايا بصل بودر، وديت بهارات فراخ. اول حاجه نسمي بالله بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. نجيبوا بوله فاضيه كده، وننزل بيها بالمكونات اللي معانا. الزبدية الاول زي ما حضراتكم شايفين كده، وننزل عليها بالطماطم. دي معايا طماطمتين بشرهم، ومعايا بصلتين صغيرين. وننزل بقى بكل المكونات اللي احنا قلناها مع بعض. التوابل: فلفل، بابريكا معلقه كبيره، بهارات لحمه، ده معايا كركم، معايا كاري، معايا دي بهارات فراخ. تمام. كل التتبيله دي هتخلي طعم الفراخ معانا النهارده حكايه. وده معايا بصل بودر، ومعايا معلقتين خل كبار، ومعانا معلقه ملح، رشه كده ملح بس. ونقلب كل المكونات دي كده مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده، طلع ريحتها حلوه قوي. والزبديه اللي انا حاطه الزبديه دي بتخلي الفراخ طريه زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين لونها طالع جميل ازاي. اهم حاجه في خطوه هنعملها قبل ما تحطي الفراخ، بتغرزيها كده عشان التتبيله تخش في قلبها من جوه زي ما حضراتكم شايفين كده. وبننزل بقى في التتبيله بنفس الوضع كده. شايفينها ازاي طالعه معايا في الفيديو؟ التفتيحه دي بتخلي التتبيله تخش من جوه. ونقلب بقى مع بعض التتبيله زي ما شايفين كده معايا في الفيديو. انا نزلت بالفراخ اللي معايا منتبلها كده كويس قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين لون التتبيله طالعه عامله ازاي؟ ومندخله جوه الجلد كده زي ما حضراتكم شايفين. بنفتح الجلد كده بالراحه، ومندخلها في قلبها شمال ويمين، وبنسيبها في التتبيله دي لمده ساعه. بعد كده بنرجع نرصها في صينيه، وندخلها في الفرن بنفس التتبيله بتاعتها، وندخلها في الفرن. متنسونيش بقى تدعموني باللايك وفي الشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا بعد احنا ما تبلنا الفراخ مع بعض زي ما شفتوا معانا في الفيديو، شايفين طلع شكلها حلو ازاي ولونها حلو ازاي. التتبيله دي بجد لازم تعمليها وتجربيها وتقولي رايك فيها ايه، هتعجبكم قوي. وطعم الزبديه مع التوابل اللي احنا حطيناها هتفرق في طعم الفراخ قوي. زي ما احنا كده عدى ساعه من الوقت اللي احنا تبلنا فيها الفراخ، بننزل بحته حته كده بنفس التتبيله، ما تنفضيش منها التتبيله زي ما حضراتكم شايفين كده. بننزل بقى في صينيه زي ما حضراتكم شايفين كده نفس التتبيله اهوت، ما تنفضيش الفراخ منها. تمام زي ما انتوا شايفين كده. هتاكلي النهارده ان شاء الله احلى فراخ مشويه بالتتبيله بتاعتها. والبواقي اللي باقيه دي بنخففها بشويه ميه ونرصها في الصينيه زي ما حضراتكم شايفين كده. انا خففتها بشويه ميه، وننزل بقى في الصينيه كده زي ما حضراتكم شايفين. وبننزل بيها على الصينيه وندخلها في الفرن على طول. ان شاء الله هتعجبكم قوي الطريقه دي، ولازم تجربيها. شايفينها عامله ازاي؟ الصوص ده لما بيتاكل معاها مع الطعم اللي احنا عاملينه مع بعض تطلع طعمها حكايه. وان شاء الله هتعملي التتبيله دي وتجربيها، وهستنى رايكم. احنا كده يا حبايبي بندخلها مع بعض الفرن، بنحطها على العرصه وبنغطي وشها اول ربع ساعه. بعد كده بنشيل وشها بقى عشان الوش يحمر وتاخد لون مع بعض. متنسينيش بقى في اللايك وفي الشير. ويا رب فيديو النهارده يكون عاجبكم.
احنا كده يا حبايبي هنكمل الوصفه بتاعتنا النهارده. تبلنا مع بعض الفراخ زي ما شفتوا في اول الفيديو. دلوقتي هعمل رز بسمتي بس بالرز الرز المصري بتاعنا ازاي، وهتبقوا مستغربين. هو هيطلع معانا نفس الرز البسمتي ونفس اللون. هنعمل رز مصري بالخلطه نفس طريقه الرز البسمتي بالظبط. المكونات بتاعته معانا بابريكا معلقه كبيره، ومعانا كركم معلقه كبيره، ومعانا كاري، ومعانا عيدان قرفة زي ما حضراتكم شايفين كده، ومعايا معلقة سكر المكونات بتاعتها، ومعايا مكعب مرقة، ومعايا فلفل الوان، لو عندك فلفل احمر كمان حطيه معايا ما فيش مشكلة، ومعايا بصلة مبشورة، ومعايا 3 جزرات مبشورين، ومعايا نص كيلو رز مصري انا غسلاه. تمام. احنا كده يا حبايبي حطينا في الحله معلقتين سمنه وشويه زيت عشان الزيت بيخلي الرز مفرفر. اول حاجه بننزل بها في المكونات بتاعتنا النهارده البصله، بنشوحها الاول، بيبقى بصله مبشوره مش متخرطه عشان ما تبانش معانا في الرز. زي ما حضراتكم شايفين كده بنشوحها حبه صغيرين زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا كله بيتشوح مع بعض. بعد كده بننزل بالجزر زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده ننزل بالفلفل الالوان، كله بيتشوح مع بعض. طريقه سهله بجد، لازم تجربي طريقه. لو زهقتي من الرز اللي احنا بنعمله الابيض او كده او حابه تغيري، اعملي الطريقه دي بطريقه الرز البسمتي، بجد هيعجبكم قوي وهيفرق معاكم في الطعم. بعد كده بقى ننزل بالتوابل كلها مع بعض. كاري زي ما حضراتكم شايفين كده، ومعايا الكركم، كل التوابل مع بعض بتتشوح. معايا البابريكا، مكعب مرقه، معلقه سكر، العيدان القرفة. بس كده يا حبايبي، كل ده بقى نقعد نشوح مع بعض لحد التتبيله ما بتتشوح زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده بتكون انا عامله نص كيلو رز النهارده وغسلاه عادي، رز بلدي بتاعنا المصري، وبننزل عليه بالخلطه دي بعد ما بتتشوح كده يا حبايبي. زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو التتبيله كلها اتشوحت مع بعض والريحه طالعه حلوه قوي. بجد لازم تجربي طريقه الرز المصري بالخلطه ده، بجد هيعجبكم قوي. احنا كده الحاجه اتشوحت كلها مع بعض. تمام. على فكره انا منزلتش لسه بالملح، الملح بنزل بيه على الرز. بننزل بشويه ميه كده صغيرين وبنخليهم كده ايه مع بعض. بعد كده انا مجهزه الرز غسلاه عادي زي ما انتي متعوده. بننزل عليه بالخلطه زي ما حضراتكم شايفين كده. ثواني بس هنزل شويه اللي باقيين. شايفين طلع لونه حلو ازاي، ولسه كمان لما يستوي. بجد لازم تجربيه هيعجبكم قوي، وتقولي لي رايك ايه في التعليقات. انا كده بقلب الخلطه في قلب الرز زي ما حضراتكم شايفين كده الاول. بعد كده بقى بننزل بالميه العاديه اللي انتي بتطيبي بيها الرز. شوفي بياخد معاكي قد ايه. تمام. ما تنسينيش بقى في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. زي ما شايفين كده، شايفين لون التوابل والحاجات اللي احنا حاطينها، شايفين طلع لونها جميل ازاي. واخر حاجه بقى بننزل بالملح الطبيعي اللي انتي متعوده عليه. شوفي الرز معانا هياخد قد ايه، ده رشه بسيطه، حطيت كمان رشه زي ما حضراتكم شايفين كده. ونحط اخر شويه ميه بس. وبعد كده بقى نغطيه بقى، ومش هياخد وقت وهتلاقيه استوى. وان شاء الله نكمل مع بعض الفيديو لما غدانا النهارده يخلص. ما تنسينيش تدعميني باللايك وفي الشير، ولازم تجربي الرز ده عشان بجد هيعجبكم وهيبقى رز حكايه. شايفين يا حبايبي كده الفراخ بعد ما تبلناها مع بعض كده هي استوت خلاص في الفرن. زي ما حضراتكم شايفين طالع شكلها حلو وريحتها ماليه الشقه. دي اول حاجه احنا عملناها مع بعض. وكده الرز المصري زي ما حضراتكم شايفين كده طلع ريحته حلوه وشكله حلو قوي وطعمه حلو. بجد لازم تجربيه.